المفروض على كلام صاحبه الهديه ان انا اعملها بالمستك، بس انا هجرب الاول بالميه. الحقيقه هي نضفت بالميه، ولكن بصراحه كانت يعني عايزه دعك شويه فمتعبه. فتعالوا نشوف لو بالمستك هيحصل ايه. المستك ده بقى المفروض ان انا هنا حاطه كوبايتين من الميه ومغليه، اهم حاجه مش سخنه عشان تدوب الحبيبات دي كويس قوي. واخدت بس معلقه كبيره وابتديت ان انا اقلبها كويس قوي لغايه لما احس ان هي دابت، واستنيت يهدى شويه بس هو لسه سخن، بس عشان ما يسيحليش الازازه اللي انا حطيت فيها دي بخاخه. وبعدين تعالوا بقى ايه نشوف كده جزء مليان دهون زي المنطقه دي كده، وتعالوا نرش بقى عليها من المسك. ده اكتر جزء في الفيديو بصراحه انا كنت منبهره بيه، وفي جزء كمان في الاخر هتشوفوه برضو. بالنسبه لمسحوق مصنع من مواد مش ضاره بالبيئه ولا ضاره بالصحه ويسيح الدهون زي اي مذيب دهون قوي، فدي حاجه بجد محتاجه براءه اختراع يعني. مع كمان بقى فوطه الدهون دي خلت السيراميكا من غير اي دعك نضيفه في ثواني. دي بقت من مفضلاتي بجد. كمان قالت لي ان هي تنفع للحنفيات، فدي برضو حنفيه المطبخ يعني من غير اي حاجه، هنا بشويه ميه بس خليتها بتبرد. الفوطه بقى الاخيره دي اللي هي الاس 14 اللي هي اسمها سبليتر، دي المفروض ان هي للمفروشات. انا ما عنديش مفروشات فيها بقع او حاجه، فبصراحه اخترعت لها استخدام جديد. انا عندي الجزء اللي هو المطبخ الالوميتال، فطبعا شايفين قد ايه كميه البقع اللي فيه. وكان عندي المستك اللي احنا عملناه مع بعض ده يوم تاني في التصوير يعني، فطبعا كان برد، فقمت عامله ايه رشيت على المطبخ بتاعي. فقلت ان انا هقدر ان انا امشي بالفوطه دي على الجزء اللي انا رشيت عليه من المستك، وبعدين هقلب بالفوطه ويكون جزء ناشف تماما، هتشيل اي بقايا بقى للمنظف بتاعي من على السطح بتاعي. والحقيقه ان هي كانت برضو نتيجه مبهره ورجعت المطبخ بيبرق زي المرايه. تعالوا بقى اخر حاجه نختبر معانا الشيت. لو غسلتك زي كده اللي هي الاوتوماتيك اللي هي فتحتها من قدام، فانا حطيت الاول الغسيل وبعدين بنحط الشيت، والمفروض ان لكل كيلو غسيل بتحطي شيت واحد. بصوا الرهوه وبصوا منظر الستاره بعد لما نضفت، يعني رجعتها زي الفل وكمان ريحتها حلوه. انا بقى مع نفسي بقى لقيت اختراع تاني للشيتس ده هيعجبكم قوي. جبت 150 مللي من الميه وما تزوديش عن كده، وحطيت عليهم شيت واحد ودوبته كويس كده بالسباتولا. الاول حطيته في بامب عاديه يعني اللي هي عندنا كلنا دي، بس كنت متاكده بصراحه ان هي يعني مش هتنجح، بس عشان حضرتك تشوفي معايا. و